دايما بسأل نفسي، امتى ابتدت الحكاية أو الأحداث اللي عشتها؟ هل في بداية محددة؟ ولا الحدث نتيجة اختيار وقرار، والاختيار بيتولد من اللي قبله ويودي للي بعده؟ يمكن الحكاية ابتدت لما بقيت وحيد، من غير علاقات أسرية أو اجتماعية، من غير أوامر ونواهي وعض، من غير لوم أو تشجيع أو حتى توجيه، من غير أي قيود أو حب. لما بقيت وحيد وفي نفس الوقت بقيت حر. يومها لما شفت البحر حسيت انه بيناديني. يمكن ده السبب اللي خلاني اتحول من طبيب عاطل لصياد سمك، ولا جايز كنت بحاول اشغل وقتي. بس المؤكد اني كنت بحاول ازود دخلي القليل عشان اقدر اعيش حياه مكشفه. يحيى عشان عاوز يهمني كنت تهرب وتيجي عندي. طول عمره قليل الأدب، كان بيقف عريان في الفرندا، فاكر؟ 58 تهيألي ان الحكايه ابتدت قبل كده بكتير، جت باع البيت. جايز حتى قبل ما اتولد، لان عشت الجزء الاخير من تغيير اجتماعي. أولاده وجايز اللي حصل لي كان نتيجه من نتائج التغيير ده في مدينه لسه فيها ريحه زمان. أنا جاي لك يا دكتور النهارده عشان نقولوا الكلمتين اللي فيهم الشفاء ونتفق أوام بإذن واحد أحد. قويت بإذن الله نهدوا البيت ده ونبنوا مطرحه مول. ما فاضلش غير حضرتك اللي تؤمر بيه. أنا خدام عايز عيادة في الإداري، ما عنديش أي مانع. عايز شقة أديك في عمارة اللي في المنظرة تنور، وأهلا وسهلا بيك. عايز فلوس، الفلوس موجودة. وشوف يا دك، من غير مناهدة وتهته، حكمان راكل نحبه نجيبه من الآخر. هي أو لا لا. راح اشوفك شو تصل مع فرانشيسكا. خلاص تتعشى معنا يوم السبت، دكار؟ دكار. ايش يا كريم؟ دبي. صعب نغيب عن بعض 10 سنين ونرجع نكمل لكننا كنا امبارح. انا مش عارفه ايه اللي حصل لك، وانت مش عارف ايه اللي حصل لك. فاكرة لما كنا بنروح النادي ونقعد نرقص طول الليل؟ حاولت ابقى دكتور، بس لما كنت بتكلم كانوا العيانين ينسوا المرض ويقعدوا يضحكوا، والممرضات كانوا يقعدوا يتفرجوا عليا وانا بكلم العيانين مع ابتسامة عاوزة تبقى ضحك. اما الدكاترة زمايلي فانا كنت مسخطهم. سبت الطب. لما كنت في الكليه بابيتو مات، اشتغلت مع مدام لوتشيا. قررت اسيب المدام، الغريبه انها ماتت. المهم اشتريت الاتelier وجددته، مع ان كل الاتelierات كانت خلاص بتقفل عشان الناس بقت تشتري جاهز ومستورد. بس انا قررت استمر ونجحت. حبيتي؟ ايوه، بس كان دايما في حاجه ناقصه، شيء ما يمنعكش من الحب بس ما يخليهوش يكمل، شيء بيلغي المتعه بعد شوي. دلوقتي دلوقتي ما اعرفش حد. فوت عليا الساعه 7 نتعشى مع بعض، بس انا اسماء. دكار؟ وانا بحب كارل.
97. بتبصي عليا ولا على الفستان؟ ولا جبت قماش، سايباكي انتي تختاريلي. طلبك ايه؟ سواريه؟ واحد براندي. هو انت بتشتغلي بودي جارد. يعني بتضرب الناس؟ عارف خيال المآتة اللي بيقف كده يخوف العصافير؟ ممكن اسألك سؤال بس تقول لي بصراحة، بتخاف مني؟ في الاول بس لما عرفت انك طيب. انا بكره عازمك على السينما. بعدين فرشة الفراخ اللي انا واقف فيها دي هات يا عم. انا رايحه اجيب في شغل، اوعى حد يضحك عليك ويقعد جنبك لحد ما اجي، ماشي؟ هخش له. رد عليا يا حبيبي. أبي في رايت فرونتال لوب تومر، لازم نحلل ونعرف نوعه. احتمال ان العمليه تاثر على الذاكره لان الورم نوت انكابسوليتد. انا ما اقدرش اعرف حدود تاثيره على الذاكره لان ده حسب الحاله اثناء الجراحه. انت طبعا دكتور وفاهم. ده بقاله يومين ما بيجيش، بيقولوا عيان. انا جعان، ما اكلتش، مش قادر اطلب من اي حد، حتى ابي ما عرفتش اشوفه. انا بتهته مع الناس بس ما بتهتهش وانا بتكلم مع نفسي. بس انا مش عايز اتكلم مع نفسي، عايز اتكلم مع الناس. جيت لك وانا مش محتاج واديتني رزق، دلوقتي جاي لك وانا جعان تدخل عليا. ده فوضى ده ولا فوضى؟ وريني بطاقتك، وريني بطاقتك. مش سمعتني؟ بقول لك في البيت. انت انا هوريك. انت خد، انا هقطعك النهارده وحياة امي. وانا لو عملت العملية هنسى كل حاجة يا دكتور؟ طبعا ان شاء الله. أبيل، لو ما عملش العملية
هتموت يا بيل. لو عملت العملية فقدت الذاكرة، لو شفتك مش هعرفك، مش هعرف حد، يعني مش هبقى أنا، هيبقى واحد تاني اتولد من جديد، بس مش أنا. ماله يا أحمد؟ جوه بيخرف سخن نار. دي جلابيه مين؟ ده قفطان قبيل، اصله لما جابك كنت سخن نار وبقالك 3 ايام قعدت خاطرك. ياسين، عم محمد البقال، وعم حبش بتاع الكبده، والست ام السيد اللي بتبقى قاعده بره دي الطيبه دي اللي بتسلم عليا، الحاره اللي كنا بنلعب بوكس مع بعض، الواد سكر والواد بصله والواد ميمي والواد اسمه ايه ده، وانا هنسى من دلوقتي ولا ايه؟ هو ما يصحش يعني اروح الحته كده والناس تشوفني يعني ويسلموا عليا مثلا ولا حاجه، ما اردش عليهم يفتكروا ان انا اتغيرت او اتكبرت عليهم. شيء عادي انك تسمع موسيقى بالصدفة من بيت زي باقي البيوت، لكن الغريب هو سبب ارتباطي بالموسيقى دي. يمكن عشان كنت بحلم، ولا عشان جمال العزف، ولا متعة التلصص كأنك بتقرا مش موجهة ليك انت من انسان ما تعرفوش، ولا علشان طعم الحزن والألم واحيانا الغضب اللي حسيته في الموسيقى كانت نفس المشاعر اللي كنت بحسها جوايا. انا هفرج عنك لان هم اتنزلوا عن البلاغ. ممكن اعرف انت عملت كده ليه؟ مزيكا. مزيكا؟ مزيكتي؟ انت تمشي في شارع فاضي في لحظة معينة، واحيانا تكون في واحدة ماشية ومعاها شمسية. كل دي مجموعة صدف، بس في الحالة دي اتطورت الصدف وخلقت علاقة مربكة ومؤلمة من غير نهاية واضحة. تحب تمشي معايا تحت الشمسية؟ ده بيتك؟ هتمشي لوحدك؟ لا أنا هركب تاكسي، ما تخافش عليا. أنا بردانة، تعزمني على كوباية شاي؟ هو أنت اسمك إيه؟ يحيى. وأنا اسمي نورة. هو أنت بتشتغل إيه؟ بشتغل صياد. ما عندكش مزيكا؟ ممكن تقعدي للصبح، الدنيا برد وجاي تمطر تاني. أنت عاوزني أقعد؟ أنا ممكن أقعد وأمشي الصبح بدري. دي واحدة. أعمل لك ساندوتش؟ دي رسالة لقيتها في البحر وأنا بصطاد جوه إزازة.
بس مكتوبة بلغة غريبة أوي، مش إنجليزي ومش فرنساوي ولا أسباني أو إيطالي. عارف أنا كنت بفكر فيك النهاردة. لو ما عندكيش حتة لغاية الصبح خليكي. انت مش فاهم حاجه. انا اقدر انام في احسن اوتيل، شيراتون، سان جوفاني، سيسل، بس انا عايزه ابقى معاك، فاهم؟ عارف نكتة الراجل اللي بيتهته؟ لا ما اعرفهاش. هقولها لك. بيقول لك مره زبون دخل مطعم فنده الجرسون قال له عندك ايه بيتاكل؟ فالجرسون قال له عندي سمك، فيليه، رز وسلطه. قال له هات لي فيليه. جه زبون تاني بعد شويه ونده الجرسون وقال له لو سمحت عندك ايه بيتاكل؟ قال له عندي سمك، عندي رز، عندي فيليه، عندي سلطه. قال له خلاص هات لي سمك. الزبون الاولاني اتغاظ قوي، نده الجرسون قال له انا زعلان منك، انت بتتريق عليا. فالجرسون قال له انا اسف يا فندم، بس انا اصلي بتريق على الزبون التاني. لا اضحك اكتر، بتضحك اكتر من كده على فكره. الميه تجنن، يلا بسرعه. غريب، ده كل يوم بيعزف زي دلوقتي. يحيى انا لازم امشي، عندي ميعاد. هشوفك امتى؟ بكره، استناني بكره. نورة قوم حضرتك، عاوزك في حاجة حضرتك؟ مشكلتي كل يوم ازاي اضيع الوقت وامرر الساعات. الايام كلها زي بعضها، والساعات بتمر بطيئة ومن غير طعم، وكل دقيقة حمل لازم اتخلص منه. يحيى حاجة مختلفة غير كل اللي أعرفه. يحيى مجرد مغامرة، شربة مية وسط العطش. مش عاجبك؟ عاجبني بس انا مش عايز يبقى عندي ستايل. علشان المزيكا الواحد لازم يتعب عشان يسمعها، لازم يبذل شوية مجهود ما يبقاش عارف النتيجة بجد. إن النتيجة ما تبقاش مضمونة. مرة الأوركسترا تبقى مش قد كده، أو العازف عظيم، أو المايسترو وحش، أو كل حاجة حلوة، بس الاسطوانات والحاجات دي تخلي كل حاجة مضمونة. لا مش للدرجة دي، أنا عايز أسمع معاكي. حققت أمل العيلة كلها، وهي في آخر أيامه كان بيبص لي بحزن أوي، كأن أنا كنت خيبة أمله في الدنيا. دكتور مع وقف التنفيذ. ايه ده؟ 1000 جنيه. عاوزة فلوس اهي. انت بجد مش فاهم حاجة؟ انت فاكر ان انا علاقتي بيك هدفها فلوس؟ علاقتك بيا هدفها مش الفلوس، بس علاقتك برجالة تانية هدفها ايه؟ مش عاوز ده.
انت غضبان، بس غضبان من ايه؟ لأني كده. كنت عارفة انه موضوع، بس ما كنتش اقدر غير اني اخليه يتوجع، يتقلب لغاية ما يكبر ويبقى نار، زي ما انا اتألمت ولسه بتألم. الاطفال بس هم اللي منتظرين الحياة تديهم كل اللي هم عاوزينه. بسألها عن حاجات تخليني أكرهها، بحاول أخليها تتألم. عاوزة تسقطي ليه يا مدام؟ اسباب شخصية، حملة غير مرغوب فيها. أنا رايح أسمع مزيكا، تيجي معايا؟ روح انت، انا هستنى. ايه؟ مفيش مزيكا النهارده؟ ما روحتش، ليه؟ مش عايز أسيبك. هتوحشني أوي يا يحيى. حياتي بقت كلها ليل، بنام طول النهار وانزل في الليل عشان اسمع موسيقى موجودة وامشي ادور على نورة في الشوارع والعرب والمطاعم والبارات. نفسي أشوف اللي بيعزف بيانو، نفسي أعرف الرسالة مكتوب فيها إيه. ممكن تبقى رسالة بحار لأهله، وصية تاجر، أو قصيدة شعر. الحاجة الوحيدة المؤكدة إن دي رسالة من البحر لي. المشكلة إني بحب. من شوية افتكرت إني اتخلصت من الإحساس بالحب، الشعور بالحب والعذاب بتاع الحب. افتكرت إني اتخلصت من الفقد والبعد، بس ظهرني لسه بحب.